هتمنع بلاوي كتير ويسترك ويكرمك ببنت الحلال يا رب. والله يا عم انا عايز اللي يديني. عايز اللي يديك؟ يا سلام. نص جنيه؟ المليون جنيه 2 مليون نص جنيه. يا عم امسك فلوسك، انا بروش عليك مش اكتر. ما عشان كده انت في حالتك اللي انت فيها دي مالي؟ بائس والشقه مالي وشك، واخدها ماشي لحد اقرب محطه مترو، ماشي عينيك في الارض ومش عايز يحصل اي كونتاكت بينك وبين اي مخلوق. بس ما بشحتش يا باشا كلنا بنشحت، بس كل واحد لمؤاخذه بيشحت بطريقته، بس انا خليتها مهنه بدون اي مزوقات تجميليه. ما هو كلكم كده فعلا واخدينها مهنه، وكل واحد فيكم عامل ثروه من استغلال طيبه الناس. نظرتك ضيقه بس عايز تبان انك محنك. اللي بتقول عليهم دول مختلفين تماما عني. ازاي؟ دول المبالغين في استجداء العاطفه من الناس، الستات العواجيز المعاقين اللي قاعد لي على كرسي بعجل، حركات. اهي الناس دي بقى انا ما بصدقهاش خالص وما بديهمش اي حاجه. بالنسبه لك عشان انت محنك وبتحب لا مؤاخذه تشغل دماغك، انما معظم الشعب على نياته وعاطفته بتستثار يا عم، بطل تجويد وقول كلام عادي بدل ما انت مش عارف تنطقه. ايوه عاطفته بتستثار بسهوله، يعني كده استثارت على طول. لان اغلب الناس غلابه مستشارين بيحسوا بالغلابه اللي زيهم، ولو غني بقى هيحس ان هم اكتر ناس مستحقه للصدقه، لان هم معاقين وعواجيز واللي قاعدين على كراسي والجو اللي قلنا عليه ده. طب يكسبوا كتير جدا، صدقتهم مجمده، خمسينات ميات ميتينات الورق العريض ده. وانت؟ اولا انا راجل ومش عجوز قوي الحمد لله، رجلينا لسه شايلانا ومش بعاني من اي اعاقه. مظبوط، نفس اللي جه في دماغي. انت بتشحت ليه يا عم؟ ما تروح تشتغل. لا ما ده شغل بحضور والتزام واوفر تايم وتعب وشقه برضه زيك بالظبط. وصداقتك بقى قد ايه؟ انصاص اربع الفكه اللي بتبقى في جيب غلبان زي حالاتك، لمجرد انه عايز يخلص من الزن بتاعه اهو بيرميهم املا في ان ربنا يكرمه باضعاف عشان يتصدق على غلبان زي حالاتي. بس انا مش هديك حاجه برضه. يوه عادي، انا عارف نسبه نجاحي ما بتعديش 30%. بس بص حواليك، احنا في مكان زحمه في رجل، بوقف كل يوم يجي 1000 شخص. يا صلاة النبي. حتى الاكل بتاعي من افخم المطاعم، وقت اللانش بريك باخد بعضي واقف قصاد المطعم اللي على كيفي، شويه نظرات استعطاف على شويه زن، الوجبه بتجيلي وانا واقف لحد عندي. انا انزل اشتغل معاك من بكره بقى. مش هتعرف، كسرة القيمة والنفس بالنسبة لزي حالاتك مستحيل، مع انك اوريدي شحات، بس برستيج ما تقدرش تاخد القرار وتقف في الشارع وتعلنها صريحة. برستيجك مأيدك، وادينا فيها يا سيدي. ادي 100 جنيه هتمد ايدك وتاخدها، هتعرف تكسر البرستيج لا مؤاخذة؟ لا طبعا. طلع انت بقى نص جنيه كده وادوني، همد ايدي واخده. يا سلام رضا، وهدعيلك وادلعك واشخلعك وهتحس انك اخد حقك وزياده. صح عندك حق. يلا السلام عليكم وسلم لي على البرستيج.